اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل عليكم ومساء الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس يحلى عليه في الدنيا. طبعا شفتوا اقول التخلف او الجهل مش عارف، بس مناظر كده يعني متقدرش، يعني الواحد الله اعلم فيها غضب، يعني تغضب ربنا زي الست بتعمله ده. عادي في ناس بتروح وبتدخل المسجد وبتصلي وبترتاح والنفسية بتبقى جميلة، بس في حاجات اضطرتنا اصلا ان نفتح مش انا لوحدي، فتحنا التليفون وصورنا. والله يعني شفت تعمل ايه في الطفل الصغير، مع انها طفل صغيرة خالص لسه تقريبا لسه مولودة، بتعمل بايديها على الخشب ده وبتعمل ليه؟ طب ليه فدعي ربنا وقول يا رب اكسب كل حاجة، مفيش ما بينك وبين ربنا حاجات يعني، ولا حد ولا واسطة ولا حاجة. قول يا رب بقيت ازاي نشوف كمية الناس دي كانت خفة، كانوا خفة مش عارفة اصور اصلا. دي بقى المنظر صراحة حبيبي جدا قدم الرسول عليه الصلاة والسلام. يلا يا جماعة يلا نطلع عشان الفتحة، يلا عشان نخش. المنظر ده اللي تقف قدامه ما تشبعش صراحة يعني. رسول الله حبيب الله. يا جدعان بقى الزر يطلع يا جدعان، نوسع لغيره. يلا يا عم يلا الفتحة يخرج عشان غيره يخش. يلا يملس كده على هدم الرسول ويخرج. سلام يا رسول الله حبيب الله حبيب الله. شكرا يا الله. يلا فين يا بيه؟ كل واحد معاه شنطه يخلي باله منه عشان هيصلح حاله. يا بنتي حضرتك احنا عندنا مسافه مش عارفه انا ما اجيب الاسلام شغال صوت لا محسوب عملت جو حر وانتي عماله تزنقيها. يا ولد يا مصطفى، خد يا مصطفى تعال عشان تعمل بتاعنا. على قدم الرسول. تعالى عشان تعمل. وليس هذا فحسب. وتقول أمنا السيدة عائشة: وكنت أتعرق العرق، وهو العظام التي عليها لحم، فآكل منها وأناولها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع ماذا كان يفعل الحبيب، لأننا نفتقد هذا بيننا في بيوتنا. كان
عليه وآله وسلم وكيف حلها النبي وكيف تعايش مع المشكلة، لأننا جميعا نختلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو طبقنا هديه لسعدنا. يقول سيدنا أنس، اسمع إلى هذه المشكلة، يقول سيدنا أنس بن مالك: كان النبي في بيت إحدى زوجاته فأرسلت